سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا باحسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد مع وصفه جديده. وصفه ديال اليوم اللي هي طريقه تحضير بريوات بنكهه الحوت بلا حوت اللي كيجيو لذاذ وزوينين في المذاق. بريوات ديال لادان بنكهه الحوت. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميله والصحاب ديالكم. وغادي نشارك معكم ان شاء الله الدجاج مشوي على الفحم او على الفاخر بواحد التشبيله اللي هي لذيذه بزاف، كتعطي فيه واحد المذاق اللي هو بنين. خليكم مع الفيديو ان شاء الله وطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله بطريقه تحضير بريوات بلادان بمذاق الحوت. كما كتشوفوا البنات، هنا خديت 3 البصلات هرسيتهم مزيان، ضفت عليهم الربيع على هذه الطريقه. ضفت كذلك لادان، يعني على حسب افراد والكميه ديالكم. تبارك الله هاد البريوات كيجيو لذاذين بزاف. درتهم في المقله نخليهم يتشحروا على واحد النار اللي هي مهيله. كذلك درت عليهم يعني غير قريصه ديال الملحه، يعني الملحه على حسب الذوق. هنا كما كتشوفوا خديت الشعريه ديال الروز، يعني الشعريه كاين بعض الناس كيقول لها شعريه الروز او الفيرميسيل او شعريه الشينوا، انا خديت الشعريه ديال الروز. كما كتشوفوا على هاد الطريقه هذه درت عليها الماء اللي هو سخون، خليته على جانب. صافي من بعد ما تفكات قطعتها مزيان بالمقص. هنا في التوابل احتاجيت يعني قليل من الضامه ديال الحوت اللي كتعطي واحد المذاق اللي هو لذيذ، معلقه صغيره مع مرج ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال مع مرج ديال الابزار، معلقه صغيره كذلك مع مرج ديال التحميره، نسيت الفصوص ديال الثومه، الملح على حسب الذوق. ضفت كذلك القزبر اللي هو مطحون، قليل من السكينجبير، والعطريه ديال البسطيله ديال الحوت. البنات يعني كتمشيو عند اي عطار كتقولوا عطينا التوابل او العطريه ديال البسطيله ديال الحوت كيعطيوها ليكم. كتجي على هاد الطريقه هذه. من بعد ما خليت البصله مزيان تشحر مع لادان على هاد الطريقه هذه، ضفت عليها التوابل اللي ذكرت معكم من قبل. ايفو من كتاكلوا هاد البريوات تحلفوا عليهم انهم كاين فيهم الحوت، ولكن هما راه بلا حوت، غير بالمذاق ديال الحوت ولادان اللي كيعطي فيها واحد المذاق اللي هو لذيذ. كما كتشوفوا هنا صفيت الفيرميسيل ديالي وخليتها مزيان تسقطر وتحيد منها داك الماء ديالها. من بعد غادي نضيف عليها الزيتون على هاد الطريقه هذه. الزيتون كيعطي فيها واحد المذاق اللي هو لذيذ، يعني هاد الشرموله كتجي بنينه بزاف بزاف. هنا ضفت كذلك الصوجه، يعني اون فوا ما كديروا الصوجه كتنقصوا من الملح لان الصوجه كتكون مالحه. ضفت كذلك يعني 4 معالق ديال الهريسه، وكتعطي كذلك حتى هي واحد النكهه اللي هي بنينه بزاف. صافي غادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى ينسجموا ان شاء الله، ونرجع معكم بحول الله. صافي كيجيو على هاد الطريقه هذه. كتجي لذيذه وبنينه في المذاق. كما كتشوفوا هنا من بعد ما طاب ليا لادان كيجي على الطريقه هذه، كيجي معلك ولذيذ بزاف. غير جربوا نفس الطريقه اللي درت انا ان شاء الله وغادي يعجبكم بحول الله. صافي نضيف عليه الفيرميسيل على هاد الطريقه هذه كيجيو لذاذين. غنخلي الحشوه تتبرد شويه ونرجع معكم ان شاء الله. هنا تبارك الله كتجي الحشوه اللي هي لذيذه وبنينه، حتى المنظر ديالها يعني كيشهي. غير جربوا نفس الطريقه ان شاء الله وغادي ينجحوا معكم من اول تجربه. بريوات اللي هما لذاذين بزاف، يعني السر ديال البريوات هاد الزيت اللي احتاجيت فيها غير الزيت وقليل من التحميره وشويه ديال الزبده، يعني كتذوبوها يعني بلا نار، كتذوبوها غير مع الزيت. هنا خديت الورقه ديالي على هاد الشكل هذا. يعني كدهنوا كل ورقه صافي قطعتها من النص ديالها على هاد الطريقه. ضروري يعني الاول دهنوها بالزيت على هاد الطريقه هذه. دهنتو قليل من الزيت كما كتشوفوا في الفيديو. ضفت كذلك الحشوه،
صافي غنبقى نشكل البريوات ديالي اللي هي طريقة التشكيل اللي هي ساهلة وبسيطة على شكل مثلث كما كتشوفوا في لا فيديو. يعني مشيت معكم يعني بلي زيتاب كاملين على هاد الطريقة. من بعد كيبقى واحد الفجوة في الاخر على هاد الطريقة هادي. يعني الطريقه ديال التلصاق ديال البريوات كتاخدوا الدقيق وتخلطوه بشويه ديال الماء، يعني كيبقى على شكل بوماد على هاد الطريقه هادي. صافي كتاخدوا داك الجانب يعني اللي بقى شاط عندكم في الاخير يعني كتخشوه في هذيك. صافي كديروا في ديك الفجوه كتشكل لكم براوه اللي هي سهله. غنعاود معكم واحده اخرى باش نسهل معكم الطريقه ديال تحضير البريوات على شكل مثلث. يعني كديروا هاد الجانب كطول. صافي من بعد كتبقاو تشكلوا اللي هي طريقه سهله ويعني واضحه كذلك في الفيديو. تبقاو مستمرين على الطريقه هذه. كتجي البريوه على هاد الطريقه. صافي كدهنوا داك الجانب يعني اللي بقى عندكم بشويه دقيق اللي قلت لكم الطريقه ديالو، وتخشوه في ديك الفجوه على هاد الطريقه. صافي كتحطوا البريوات ديالكم كما كتشوفوا. خديت اللاطه دهنت بشويه ديال الزيت يعني اللي حضرت معاكم، حطيت فيه البريواش كاملين. من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي صافي غادي ندهنهم بهذاك الزيت اللي قلت معكم من قبل اللي فيه شويه تحميره وشويه زبده. غادي ندهنهم كاملين. هنا الفران كيكون من قبل سخون. صافي من بعد ما دهنتهم كاملين غادي ندخلهم الفران يطيبوا ان شاء الله. من بعد ما يطيبوا رجع معكم بحول الله. هنا من بعد ما طابوا تبارك الله كيجيو محمرين ومذهبين وكيجيو مقرمشين بواحد المذاق اللي هو لذيذ. وكذلك هذيك الشرموله او الطريقه ديال الحشوه اللي حضرت معكم من قبل كتزيد تعطي فيهم واحد المذاق اللي هو لذيذ وخطير بنكهه الحوت. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا كيجيو على الطريقه هذه. كيجيو بريوات اللي هما ساهلين ولذاذ في نفس الوقت. غادي نحل معكم ان شاء الله وحده نوريكم من الداخل كيفاش كنجي. كما كتشوفوا كيجيو عامرين ولذاذ بواحد الحشوه اللي هي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميلا والصحاب ديالكم. كثروا من لي جيم البنات يعني كنقاليفيو لي جيم ما كاينينش. كثروا من لي جيم بزاف باش يوصل الفيديو لاكثر مشاهده بحول الله. ديروا لي لي كومونتير اللي هما زوينين باش نشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي هي سهله وسريعه في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده بحول الله. كما كتشوفوا البنات هنا غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال الدجاج اللي هو مشوي في الفاخر اللي كيجي واحد الدجاج اللي هو بنين. وكذلك التتبيله اللي تبلت بها الدجاج كتجي خطيره بزاف. اللي احتاجيت فيها الخرقوم سكينجبير الابزار وتحميره. شرملتهم مزيان. درت كذلك الثومه والربيع خليتها ترقد مزيان تقريبا. خليتها ليله كامله مرقده في العطريه على هاد الطريقه هذه. كتجي واحد النكهه فيها واحد اللذه اللي هي خطيره. صافي رقدتها مزيان على هاد الطريقه هذه. كيجي يعني المذاق ديالو احسن من اللي كنشريو من على برا. صافي من بعد نديرو فوق الفاخر طيب على خاطرها ورجع معكم بحول الله. صافي نخليها طيب على خاطرها. وهذيك المذاق والريحه ديال الفاخر كيعطي فيهم واحد المذاق اللي هو لذيذ. كما كتشوفوا يعني هنا طابت من التحت على هاد الطريقه هذه. دورت شويه يعني نخليها طيب حتى من الفوق. كما كتشوفوا من بعد ما طابت كطيب يعني على المهل وفوق من الفاخر اللي كيعطي فيها واحد المذاق اللي هو لذيذ. كطيب على هاد الطريقه هذه اللي كتجي محمره ومذهبه
وبنينه في المذاق حتى التتبيله يعني اللي ذكرت معكم تجي عطيها واحد المذاق اللي هو لذيذ. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميلا والصحاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده بحول الله.